بصي يا ستي، هنعمل ايه؟ هنجهز معانا الفراخ. انا كنت متبلاها ومجهزاها. هقول لكم على التتبيله بتاعتها ازاي. فعشان خاطر نكسب وقت حطيت الرز عشان خاطر ابدا اعمله. حطيت له معلقه سمنه بلدي، وحطيت معاه عود قرفه، وجهزت له توابل فراخ توابل رز جاهزه، اللي هي التوابل بطعم الكاري دي الجاهزه. والفراخ انا كنت حاططها في الصينيه ودخلتها الفرن. حطيت التوابل. انا عامله كوبايه ونص رز، كوبايه ونص رز دول ياخدوا 5 كوبايات ميه او 5 كوبايات ونص، لان الرز البسمتي بيشرب ميه قوي. وكنت غاسله الرز ومجهزاه. حطيت الرز هنا يغلي ويتشرب مع بعضه، الرز مع نفسه هنا. والفراخ كنت مدخلها الفرن على ما الرز يستوي ويبدأ ان هو يتشرب. وانا مش هسيبه يتشرب للاخر، يعني هسيبه على وشه شويه ميه كده بسيط مندي، علشان خاطر ما يلزقش في الحله. الفراخ كانت في الفرن. تتبيله الفراخ سهله خالص. هي بصلايه وقطايه وقرن فلفل اخضر وملح وفلفل وكمون وبهارات فراخ جاهزة، مش معضلة. وليمونة بقشرها مع بعضهم كله على بعضه في الكبة مع بعضه. وزبادية، واحدة زبادي أو نص واحدة زبادي أو كريمة لباني أو وش لبن أو شوية لبن، أي حاجة. كله في الآخر، يعني الدنيا سهلة، بسطوها ما تصعبوهاش. ونقوم حاطين التتبيلة كلها مع بعضها كده اهوت. ونسيب الفراخ تتبل. انا ببقى متبلاها اصلا بالكميه وبشيلهم مع بعض على طول في الفريزر مره واحده. بعد ما حطيت الفراخ خلاص طلعتها من التتبيله ودخلتها الفرن والرز على النار بيتعمل. اول لما الرز يبدا يتشرب هقوم انا مهديه النار عليه خالص، بس ما يتشربش خالص للاخر. نسيب على وشه حبه ميه بساط قوي، مندي كده، يعني تكون حاجه بسيطه. وبعد ما يكون خلاص تمام كده هقوم انا موطيه عليه النار واسيبه. على ما الرز هنا بيكون بيتعمل كنت انا بجهز سلطه الطحينه وبجهز الخضار بتاع السلطه الخضراء. تمام كده. سلطة الطحينة سهلة برضك. هنحط معلقتين طحينة او 3 معالق طحينة، عليهم شوية خل اهو. بصوا الرز اتشرب. وهنا بجهز السلطة الخضراء. وسلطة الطحينة معلقتين طحينة او 3 معالق طحينة، عليهم شوية خل وعليهم شوية ملح وشوية كمون. حاجة بسيطة خالص، يعني ما تكتريش عشان يبقى طعم الطحينة باين. ونقلبهم حلو قوي قوي بالشوكة مع بعض. انا ما حسيتش ان هي محتاجة فيديو، كنت عملتها بس. ونقوم ايه، اول لما تبدا الطحينه تشكل معانا نضيف لها شويه ميه، والله ميه بارده مش ميه سخنه ولا اي حاجه. ولو عايزه تزوديها لبن زوديها، عايزه تضيفي لها زبادي ضيفي لها. وتكون قوامها كده يتظبط، ونحط لها الملح ونحط لها الكمون وسيكه زيت بسيطه على الوش. وركنت سلطه الطحينه. هنا بجهز السلطه الخضراء عادي خالص. هنقطع السلطه ونجهزها، ونعمل البصل بتاع السلطه في طبق لوحده على جنب، بحيث اول لما نعوز على طول هنحط الاكل نقوم حاطين البصل عشان السلطه ما تتبلش من الملح. تمام كده. هنا بحط انا على البصل ملح وكمون وشويه فلفل اسود وشويه خل تفاح، بس مش اكتر من كده. اللي عايز يحط شطه يحط، بس انا حاطه قرن فلفل شطه في السلطه فمش محتاجه ان احط شطه. واقوم ركناها ومستنيه الوقت لما احط الاكل، واقوم مقلباها كلها على بعضها. حطيت فحمه تسخن على البوتاجاز علشان خاطر لما اطلع الفراخ اضيف لها الفحمه بس. واقوم رشها رشه زيت صغننه وكمرها ومغطياها. وهنا الرز كان استوى وهبدا اغرف واجهز وخلاص. ما خدش معايا اي حاجه. غدا النهارده كان سهل ومش حكايه، موضوع بسيط. وبألف هنا وشفا للي هيجربه.